صباح الخير بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجع لكم اليوم فيديو جديد ويوم جديد. اول ما نتبارك ونصلي على الحبيب محمد، وجمعة مباركة علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي، ودعاء مستجاب وصلاة مستجابة حبايب. اليوم حبيت اشوفكم روتيني اليوم الجمعة. طبعا هنا راح اسوي برياني، وراح اسوي دجاجة محشية بالبرياني. طبعا اليوم تدرون كلها جمعة وقاعدة، وهسه راح اشوفكم التتبيلة مالت الدجاج. عندي هنا راح اخلي طاسة صغيرة، راح اخلي بيها لامندوزي نص خاشوقة. طبعا الدجاجة بنات اي شي تحبون تتبلوها تبلوها. عندي هنا كمون وملح وظرف واحد ماجي، طبعا ينطيها نكهة كلش طيبة، ودبس الرمان وبابريكا، وطبعا زيت راح نخليه حتى الدجاجة يعني تستوي وتحمر عندنا. هسه راح اخلط هاي المواد كلها. وطبعا أنا الدجاجة هي عدلة منظفتها وما فتحت بطنها، بس وخرت الأحشاء مالتها ونظفتها كل زين. وهسه راح أجي أدهنها كلها من الداخل ومن الخارج. طبعا لازم نزرفها حتى التتبيلة كلها تشبع بيها، وحتى بنات يوصل للعظم يعني التتبيلة ومن تزرفوها حتى بالاستواء يعني تستوي أسرع. هسه راح أضيف التتبيلة. طبعا راح أمسحها من الداخل ومن الخارج، وخليها تقريبا بنات يعني هسه هان تريقت ورأسا سويت الدجاجة. بقت عندي ساعتين، كل ما تطول أكثر تعطيكم نتيجة روعة. هسه كلها طبعا قلت لكم أنا منظفة الدجاجة وغاسلتها ومحضرتها. هاي التتبيلة كلها راح أخليها وأخليها تشبع بها. طبعا خليتها ساعتين كاملة بنات، أني مغطيتها وحتى تتخمر بالتتبيلة وتاخذ الطعم كل الزين. طبعا بنات أهم شي اللامندوزي يعطيها طراوة بساعة تستوي. طبعا طفيت الكهرباء وظليت أني مستمرة وياكم. هاي هنا جيت أعدلها، وطبعا سويت أني البرياني كملته. بس بنات ما خليته يتهدر هواية، يعني أول ما استوى شلت من عنده شوية وخليت الباقي يتهدر. وهنا راح أجي أضيف التتبيلة بعد طبعا ساعتين ما تبلت. راح أضيف التمن البرياني بداخل الدجاجة. طبعا بنات كلش طيبة صارت، والتتبيلة مالتها وما أقول لكم شلون طعمها والحموضة اللي بيها. بقد ما تقدرون تدخلون التمن شوية لجوا حتى ياخذ أكبر كمية. طبعا هاي الجلدة بنات أنا راح أخيطها من هنا وأعدلها وأديرها على بطنها، كلها راح أخيطها هسه. هنا بعد ما خيطتها وكملت راح أقلب الدجاجة على بطنها. لأن بنات ليش أقلبها حتى الصدر؟ لأن الدجاج العادي اللي يراد له هواية يعني استواء، يعني حتى يستوي لين راح أضيف مي. أني هاي التتبيلة مالتها البقت وراح أضيف وياها قلاص مي حتى الصدر مالتها يستوي كل زين. هاي المي شوية راح أخليه، هاي طبعا تقريبا نص قلاص. ولازم تخلوها هيج محصورة حتى بنات تستوي كل زين وبساع.
عندي هاي البوتيتا بس زرفتها وخليتها، طبعا غسلتها كلش طيبة بالشوي وياها. هسه هنا بنات بعد ما خلصت أنا طبعا الطبخ وحطيت الدجاجة بالفرن. طبعا لازم المواعين مالت الريوق والشغل اللي اشتغلت بيه مال الغدا لازم كله أغسله. انتم متعودين علي يعني لازم أصب الغدا على نظافة. والمطبخ بنات ما يتكتر، كل شي يتكتر عندك، مو صحيح؟ يعني انتو هذا الشي مجربينه. وطبعا انتو كلكن نادرات وشاطرات وتعرفون هذا الشي. يعني من خليت الدجاجة بالفرن أنا كل المواعين لميتها وغسلتها، اللي طبخت فيها ومالت الريوق، وإذا عندي مواعين زايدة كلها لميتها وغسلتها. لين تدرون بنات يعني هوسة وقاعدين كلهم، وناس تقرأ وناس يعني يسووا شغل بالبيت. لين عندنا شغل بالجمعة ما شاء الله، لو ننظف السطح لو نعزل الغرف. تدرون يعني بيوم الجمعة كله احنا نخليه شغلنا المتراكم، يعني نخليه اليوم الجمعة. فأني يعني ما أخلي ماعون أبد ينزل عندي، يعني من أشتغل من أركب أنا رأسا أغسل المواعين. وهنا بنات بعد ما كملت المواعين سويت هاي الزلاطة وهذا الطرشي مالت السوق جبناه. وهسه راح نجي نصب الغدا. بعد ما استوت عندنا الدجاجة، هذا البرياني عشان صار عندي. سلامكم يا رب العافية، إن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. طبعا أحلى شيء اللمة من الصبين الغداء، مو كل من وحيدة، يعني هي الجمعة تلم العائلة. فهنا صبيت من معون كبير برياني وراح أخلي عليها الدجاجة. والله بنات تمنيتكم يمي وتشتمون الروائح الطيبة، وما أقول لكم شلون طعمها وريحتها شقد طيبة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم يا ربي. طبعا البوتيتا مايعة، وهذا الصوص هم خليته على الدجاجة. الصوص مالتها كلش طيب، صار بيه حموضة على حلا. يعني والله تمنيتكم يا رب، يعني تمنيتكم تاكلوها ويانا والله العظيم. طبعا التمن بعدين نفتحه من الداخل هم مستوى كلش يعني زين. انا اللي تلمسته قد خاف ما مستوية، بس ما اقول لكم بنات بقى شوف شلون هسه شلون صارت، والجلد كله مستوي ومايع. طبعا العائلة تعجبت بيها والله بنات، مو لي انا ركبتها، بس ان شاء الله تجربوها وتشوفوها وتشوفون طعمها. حتى الكبد اني حطيته وياها مالتها. لهنا حبايبي خلص الفيديو مالتي. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع ألف سلامة.